ممكن يكون لسه الناس اللي بتفكر يعني. هي المده قد ايه؟ اسبوع ولا قد ايه؟ اعتقد اسبوع. اوكي. بعد 4 ايام من فتح الباب لم تتقدم سوى وكاله الاهرام للاعلان لشراء كراسه الشروط. هي لسه ما قدمتش وهل ده ذنب وكاله الاهرام؟ انا بقول لحضرتك لا، احنا كان ردا على المناقشه اللي كان موجود برضه فيها معانا الاستاذ حسن السجاوي، لكن لا، الله اللي عايز ما يتقدم. يعني هي المساله مش ايه ساويني بالنادي الاهلي. هي مش مساله ساويني او لاقيني وتغديني، هي مساله ان انا دي مزايده بتفتحها، واحد بيخش ب 10 قروش، واحد بيخش ب 15، الاعلى انت بتتعاقد معاه. انت طرحت فتحت الباب، اعلنت عن بيع كراسه الشروط، ما فيش شركه لحد دلوقتي الا شركه، هم قالوا في 6 وفي بتاع، لكن اللي اشترى كراسه حقيقيا هي شركه واحده، والله اعلم ممكن يكون في الوقت احنا بنتكلم فيه يكون 2 تقدموا ولا 3 كمان. وارد. وعلى كل الاحوال هو برضو التجربه الاولى بتاعت برضو الوكاله ان هي كسبت، ربما تخلي الشركات الاخرى والوكالات الاخرى تحجم عن التقدم. ربما ليه؟ مش كان فرق مليون، كان في مزايده، فرق مليون. كان في شركه مقدمه 140 مليون عشان الاهلي، والاهلي والزمالك بيحبوا بعض وزي بعض. بس الشركه دي ما عرفتش تاخد الاهلي، طب ما تاخد الزمالك ب 140 مليون. هي ربما هتتقدم، هتقول لي هي ربما اصل هي اصل مش عارف ايه. اتفق معاك تماما. انا لا اتفق. ده سوق، انا لا اتفق معاك. ده سوق ما تقدرش تجبر فيه حد ان هو يشتري مين ويشتري بكام. ده سوق، عرض وطلب، عرض وطلب. يعني بس انا متاكد ان السنه دي الزمالك هيبيع كويس، حق الرعايه افضل من السنوات اللي فاتت. اتمنى يبيع كويس، بس حد بره بيقول تشيلسي للفانيلا بتاعته ب 50 مليون ونيوكاسل ب 10 صاغ. حد بيعمل كده؟ صحيح. هم 4 فرق في انجلترا بتاخد بطولات وفرق كبيره جدا. ايوه. اسعارها واعلاناتها ورعاياتها مختلفه عن ال 16 فريق التانيين. صحيح. يعني صحيح. ده شيء طبيعي. يعني ريال مدريد وبرشلونه حد بيقول ان بلد الوليد خنتافي بيبقى زيهم. يعني عايزين بس نبقى يعني نعم عارفين احنا يبدو انه عنده توضيح حابب يوضحه.